هيفضل احمد مكي ومحمد سعد قدوة لاي ممثل صغير عمل كاركتر في فيلم او في مسلسل وكان نفسه الكاركتر ده يتحول لفيلم من بطولته، ولكن ما وصلوش للنجاح بتاع احمد مكي ومحمد سعد. ان احمد مكي قدم في مسيرته فوق ال 15 كاركتر. فيلم طير انت لوحده كان فيه 7 كاركترات، غير مسلسل الكبير اللي كان فيه 3 4. ومحمد سعد نفس الكلام، من اول فيلم الليمبي اللي قدمه سنة 2002 لحد الكاركتر الاخير اللي عمله وفشل جدا اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده. ولكن فيديو النهارده مش بس فيه كاركترات فاشله، لا، فيه كاركترات كانت ناجحه جدا، ولكن البطل هو اللي قرر يقتلها عشان يطلع بشخصيته هو. وقبل ما نخش على الكاركترات بتاعه النهارده، يا ريت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركت. واول كاركتر معانا هو كاركتر بورس، وده اللي قدمه رامي غيط في فيلم دكان شحاته، والدور ما كانش ليه اي تاثير اصلا، وكان دور صغير 3 4 مشاهد. ولكن في منتج حس ان هو لا، الكاركتر ده هو هيبقى الليمبي الصغير، ان احنا هنجيب حد ماسك مطاوي كتير ان هو شبح او بلطجي، هنعمل له فيلم ونكسر الدنيا. وحصل الكلام ده بالفعل، ولكن ما كسرش الدنيا ولا حاجه، واتقدم فيلم اسمه المواطن بورس. والفيلم ده تقريبا انا الوحيد اللي في مصر شفته، وشفته كتير كمان. يعني الفيلم ده تقريبا اتفرجت عليه 3 4 مرات، ونزل سنه 2014، وكان من بطوله رامي غيط ودينا فؤاد، وكان مخرج الفيلم ده هو رامي غيط برضه، زي هشام اسماعيل لما اتكلمنا عليه في الجزء الاول ان هو عمل فيلم فزاع وان هو كان المؤلف بتاع الفيلم. ولكن فيلم المواطن بورس كان ضعيف جدا من كل حاجه، من التمثيل، من الاخراج، من الكوميديا. ان هو الفيلم ده المفروض كان متصنف ان هو كوميدي، او ان هو نسبه مثلا 60% منه كوميديا، ولكن الممثلين ما قدموش اي حاجه من الكلام ده. حتى كمان تقييم الفيلم ده على موقع السينما دوت كوم 2.3 من 10، يعني هو حتى ما كملش 2.5 من 10، ومش هتلاقي افشل من الفيلم ده كتقييم. وطبعا زي ما هو متوقع ان الفيلم ده فشل في السينما جامد، وجاب بس 400 الف جنيه ايرادات، عشان ما فيش كاركتر مهما كان اللي قدمه هيقرب من نجاح كاركتر الليمبي. تيجي فين انت؟ في وجاهه الليمبي ولا حلاوه الليمبي ولا طعامه الليمبي؟ الليمبي ده كان يسوق شارع قدامه كده بحاله. تاني كاركتر معانا هو زكريا زكريا، وايوه زي ما جه في دماغك، ابراهيم نصر استغل نجاح كاركتر زكريا زكريا في البرامج بتاعه المقالب وقرر يعملها فيلم سنه 2001، وكان اسم الفيلم زكريا زكريا في البرلمان. ولكن اغلب الجمهور اصلا ما كانش يسمع عن الفيلم ده، او ان هو يعرف ان في فيلم اتعمل بالشخصيه دي. والفيلم ده بصراحه انا ما اتفرجتش عليه كامل، انا شفت منه كام مشهد وبصراحه وما استحملتش. ولما اتفرجت عليه انا حسيت ان هو كان قريب من فيلم شعبان عبد الرحيم اللي هو كان فلاح في الكونجرس، ان انت هتحس ان نفس التصوير ونفس الروح للفيلمين، مع ان صناع الفيلم بتاع شعبان عبد الرحيم مختلفين عن الفيلم بتاع ابراهيم نصر. ان فيلم ابراهيم نصر كانت مشكلته ان المؤلف ده هو اصلا بيكتب الافكار بتاعه المقالب، عمل افكار برامج المقالب لابراهيم نصر او حسين الامام، والمخرج نفس الكلام، هو كان مخرج برامج المقالب. فهو المخرج والمؤلف حسوا ان هم ايه، لما يعملوا او يحولوا الكاركتر ده من برنامج او من مقلب لفيلم هينجح ويكسر الدنيا زي ما البرنامج مكسر الدنيا في الشارع. ولكن الكلام ده ما حصلش. وتالت كاركتر معانا هو كان كاركتر نسمة في فيلم ايظنه، ودي اللي قدمته مي عز الدين. وطبعا زي ما انت متوقع وعارف معايا من الجزء اللي فات ان السبكي مش هيسيب كاركتر كده يعدي من تحت ايده، وقدم نفس الشخصيه ولكن بقى في فيلم من بطوله الشخصيه دي، وهو كان فيلم حبيبي نائما، وكان من بطوله خالد ابو النجا ومي عز الدين. ومع اني كنت بحب الفيلم ده وانا صغير جدا وبحب اتفرج عليه، ولكن لما كبرت ورجعت اتفرج على الفيلم ده تاني حسيت بكميه بواخه وتقل دم من مي عز الدين وخالد ابو النجا ما قدرتش استحمله. ومش عارف السويتش او اللي حصل ده حصل ازاي. وكان بعد الفيلم ده اصلا ابتدت تنتشر ان هم يعملوا افلام عن ممثل عادي ورفيع ولكن يلبس بدله ان هو تخين، وتبقى نفس فكره فيلم مي عز الدين، ولكن ما نجحتش نفس النجاح. بس الفيلم اللي انا حبيته من اول مره اتفرجت عليه لحد دلوقتي هو كان فيلم اكس لارج لاحمد حلمي. ان الفيلم ده كان معمول بطريقه لذيذه، وفي نفس الوقت ما فيهاش ان هو تنمر صرف على التخان او الناس اللي عندهم وزن زايد، عكس فيلم حبيبي نائما لمي عز الدين. وقبل ما نخش على الكاركتر الرابع، بحب افكركم الناس اللي ما اشتركتش في القناه لحد دلوقتي تشترك عشان عايزين نوصل ل 10000. والكاركتر الرابع معانا هو من نصيب محمد سعد. ومحمد سعد عمل كاركترات كتيره جدا زي ما اتكلمنا الفيديو اللي فات، وكاركترات كتيره جدا منها فشل. منها اخر كاركتر عمله وهو كان كاركتر حنكو في فيلم تحت ترابيزه. انا حنكو عبد الرحمن السنجاري هواري. وبرضه يا جماعه تقريبا الفيلم ده انا الوحيد اللي اتفرجت عليه في مصر، يعني اغلب جمهور محمد سعد ما يعرفش ان هو عمل فيلم اسمه تحت الترابيزه سنه 2016، وقدم شخصيه حنكو كان بيقعد يتكلم بطريقه غريبه كده على اساس ان هو يجيب كوميديا، وكان بيحاول شويه يقلد كاركتر عوكل اللي هو عمله قبل كده، ان يبقى فيه لازمه في الكلام للشخصيه دي مختلفه. اوي اوي
عكس مثلا كاركتر الليمبي اللي هي نبرة الصوت بس اللي مختلفة ولكن هو بيقول كلام عادي. وفيلم تحت الترابيزة لكاركتر حنكو ده كان افشل افلام محمد سعد وجاب ايرادات في السينما تقريبا 2.5 مليون جنيه. والفيلم ده زمان كان مضايقني لسبب مختلف نهائي، ان انا اتفرجت عليه مرة او مرتين وكنت كل لما اكلم حد على الفيلم ده الاقيه ما اتفرجش عليه اصلا ولا عارف ان الفيلم ده موجود في الحياة، فكنت حاسس ان انا لوحدي اللي بتفرج على افلام غريبة ولا حد واخد باله مني. انا ايه وراهم. ان انا كنت لحد سنه 2020 او 2021 بحس ان هي عيبه في حقي لو نزل فيلم جديد وما اتفرجتش عليه. حاجة كنت عايز اتكلم فيها بمناسبة ان ده اخر فيديو عن الكاركترات، وهو الهجين اللي كان بيعمله محمد سعد في الفترة دي. ان هو كان عامل مسلسل فيه قطاطة، كان جامع بين شخصية قطاطة اللي كانت في فيلم عوكل والليمبي بكاركتر الليمبي. وانا بشوف ان هو كان عبلة كامل او خالة فرنسا مع الليمبي هم اقوى حاجه مع بعض، انها تحس ان خالة فرنسا دي مش هتمشي ام حد غير ام الليمبي، وبرضه قطاطة نفس الكلام مش هتمشي ان هي ام او جدة حد غير عوكل، ان هتلاقي الكاتب كان كاتب الشخصيتين دول مع بعض بيكملوا بعض والشخصيتين دول مع بعض بيكملوا بعض. لكن الميكس اللي عمله محمد سعد ده انا حاسس ان هو وقع الدنيا، ولكن اللي لحق الكلام ده شويه ان مشاهد الليمبي وقطاطة في المسلسل ده كانت مشاهدهم قليله مع بعض. والكاركتر الخامس معانا وعكس المتوقع ان هو كان ناجح جدا ومكسر الدنيا، ولكن البطل قرر ان هو يموت الكاركتر ده، وهو كان اتش دبور لاحمد مكي. ان احمد مكي قدم شخصيه اتش دبور في 5-6 اعمال فنيه، من اولهم بقى الاجزاء بتاعه سيت كوم تامر وشوقية اللي بدا سنه 2005 او 2006 واتعمل منه جزئين او 3 اجزاء. بعد كده شارك في فيلم مرجان احمد مرجان بنفس الكاركتر. يو 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 نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهارده زرنا النبي هيثم دبور لحد سنة 2008 لما قدم شخصية اتش دبور في فيلم بطولة مطلقة، والفيلم ده على فكرة كان من تأليف الممثل أحمد فهمي. وأحمد مكي كان حابب إن هو في آخر مشاهد الفيلم ده إن هو يدمر شخصية اتش دبور، إن هو هيجيب إن هو يحلق شعره اللي هو ده أصلا ما كانش شعر أحمد مكي. ولكن أحمد مكي زمان كانت أزمته في الحياة كلها، وعكس الناس أصلا دلوقتي اللي عارفاه، إن كانت الناس فاكراه إن هو شخصية اتش دبور، إن هو بيتكلم بنفس الطريقة، ده شعره. عشان كده في آخر الفيلم حلق شعره وعمل أغنية او اغنيتين كان بيوضح للناس ان هو شخصيته عكس تماما شخصيه اتش دبور، عشان احمد مكي حس في الوقت ده ان هو اتزنق في شخصيه اتش دبور، خصوصا من بعد فيلم مرجان احمد مرجان ان اللازمات بتاعه الشخصيه دي علقت مع الناس، فحس ان هم المخرجين او المنتجين هيبتدوا يحلبوا الكاركتر ده، ان هو بقى هيعمل اعلانات بنفس الشخصيه، هيعمل افلام، هيعمل مسلسلات. احمد مكي قدم بعد كده شخصيه اتش دبور في فيلم طير انت، ولكن هي كانت شخصيه من وسط 7 شخصيات كانت متداريه في النص، ولكن احمد مكي بعد كده نسي شخصيه اتش دبور دي تماما. واخر كاركتر معانا البطل قرر ان هو اللي يموته، وهو كاركتر ابو حفيظه لاكرم حسني. أتعس الله مساءكم مجددا، ونشرة أخبار 25 يقدمها لكم سيد أبو حفيظة من مزلقان أبو خليفة ورقشكم معابير. والكاركتر ده اتقدم في برامج أبو حفيظة اللي هي كانت بتتقدم أو بتتعرض على قناة نيل الكوميدي من 2010 و2011، وقعد أكرم حسني يقدم الكاركتر ده لحد سنة تقريبا 2015 أو 2016 على بقى قنوات مختلفة. إن هو ساب قناة نيل الكوميدي وكانت آخر البرامج بتاعته على قناة MBC مصر، وفي الوقت ده كان أكرم حسني بيظهر بشخصية أبو حفيظة بس، وكان بيطلع ضيف شرف في اعمال فنيه كتير، زي مثلا ان هو طلع في فيلم كابتن مصر سنه 2015، او طلع في مسلسل نونا المأذونه لحنان تركي سنه 2011، او مسلسل لهفه. وبرضه كاركتر ابو حفيظه ده اتقدم في اعلانات كتيره جدا. عروض للركب، شمر يلا ركبك يلا، يعني تقريبا كان كل سنه بيعمل اعلان او 2 بشخصيه ابو حفيظه. ولكن اكرم حسني قضى على شخصيه ابو حفيظه دي لسببين. اول سبب ان هو كان ممكن يحصل له مشاكل او يتحبس، ان هو كان ستايل البرنامج بتاعه شبه ستايل برنامج باسم يوسف، ان هو باسم يوسف فتح او كسر باب الحريات في البرامج او برامج التوك شو، ان هو ممكن ينتقد حاجه في الاقتصاد، حاجه في السياسه، الكلام ده كله. فكان على نفس الخط برنامج ابله فاهيتا وبرنامج سيد ابو حفيظه. بعد كده البرامج دي كلها تقريبا اتلغت في نفس الفتره الزمنيه. والسبب الثاني ان هو برضو اكرم حسني حس او ابتدى يشعر بنفس المشكله بتاعه احمد مكي في اتش دبور، ان هو هيبتدي المنتجين يحلبوا شخصيه ابو حفيظه دي لحد لما الناس تكرهه او تزهق منه، فابتدى يقدم نفسه بقى مع احمد فهمي ان هو يطلع في دور صغير بشخصيته، يطلع ضيف شرف، يبتدي يظهر في حاجات بسيطه عشان الناس تعرف شكله. عشان كمان كان اكرم حسني عكس احمد مكي، ان اكرم حسني الناس كانت فاكراه ان هو شخصيه ابو حفيظه بجد، او ان هو شكله في الحقيقه قريب
قريب منها. لكن احمد مكي قبل كده للناس اللي كانت متابعاه هو ظهر في اعلانات زمان او اعلانات قديمه كان بشخصيته الحقيقيه، ولكن في الاخر اكرم حسني نجح ان هو ينسي الجمهور شخصيه سيد ابو حفيظه، ان هو عايز يقول لهم ان انا ممثل او ان انا فنان عكس الكاركتر اللي انا كنت بقدمه. وفي ناس على فكره فشلت ان هي تعمل الكلام ده واتزنقت في دور واحد او في كاركتر واحد. وبس كده، دي تكون الكاركترات اللي كانت معانا النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه لو انت لسه مشترك.